بيبدأ فيلمنا في خيمة بالليل، كان في راجل كبير وولد صغير نايمين. فجأة بدأ صوت غريب يجي من بره. الراجل مسك سكينة في ايده واتجه ناحية الشباك يشوف فيه ايه. بص من ورا الشباك لكنه ما لقاش اي حاجة ورجع تاني ناحية الولد. لكن فجأة الحيطة وقعت ووحش غريب هجم عليه. الولد بسرعة خرج من الخيمة وجري ناحية الغابة. الوحش الفضائي كان وراه على طول، بس الغريب ان الولد كان عنده قدرات مش طبيعية، كان بينط المسافات طويلة وبينزل من غير ما يتعور كأنه مش بيتأثر ابدا. فضل يهرب من الوحش الاولاني لكن فجأة ظهر وحش تاني ومسكه من رقبته بقوة، وهنا شد منه سلسلة منورة كانت ملبوسة في رقبته، وبسكينة قتله. وفي لحظة جسم الولد بدأ يتحول لرماد واختفى. الفضائي خد السلسلة واختفى هو كمان في الضلمة. وبعدين بنروح هنا عند دانيال، وبيكون ولد مراهق وبنشوفه وهو بيلعب في البحر ولابس نفس السلسلة اللي كانت مع الولد اللي مات. بيستعرض بحركات خطيرة في المية واصحابه بيضحكوا عليه وبيقولوا عليه ان هو جامد. وبنروح بالليل وهو قاعد مع اصحابه وحواليه النار على البحر. بيجي له مسج من بنت جميلة اسمها نيكول بتطلب منه يقابلها عند المرسى علشان يعوموا مع بعض ويقضوا مع بعض وقت جميل. بينزل البحر يدور عليها، ولما بيلاقيها بيفضلوا يتكلموا مع بعض. ولكن فجأة بيحس بحرق غريب في رجله وجلده بدأ ينور وعلامة جديدة ظهرت عليه. بيصرخ من الألم وبيبدأ يغرق وهو ماسك رجله. في اللحظة دي بيشوف الفضائي اللي قتل الولد التاني. نيكول بتتخض لما بتشوف رجله بتنور وبتجري بسرعة وبتقول لأصحابها. الصبح دانيال بيصحى لوحده على الشط وعلامته الجديدة لسه بتوجعه ولسه منورة. وفجأة بيقرب منه راجل غامض وبيمسك سكينة، ودانيال هنا بيبص له بحزن وبيقول له رقم 3 مات دلوقتي بعد ما نيكول شافت رجله وهي بتنور كده لازم يهرب لأنه انكشف. هنري اللي هو الراجل اللي معاه بدأ يجهز الشنط ويحطها في العربية، وفي نفس الوقت سحلية صغيرة بتعدي من على المراسي وبتدخل وسط شنطهم من غير ما حد ياخد باله. هنري مش أبو دانيال الحقيقي لكنه محارب من كوكبهم ومتولي حمايته بدل أبوه. دانيال معاه صندوق غامض لكنه مش هيقدر يفتحه غير لما يجي الوقت المناسب. وبنفهم إن العلامات اللي ظهرت على جسمه دليل إن الوحوش الفضائيين اللي بيطاردوه قربوا منه. وأول علامة جت لما الوحوش نزلوا على الأرض، والتانية لما قتلوا رقم 2 بعد سنتين. الليلة اللي فاتت ظهرت العلامة التالتة وده معناهم إنهم قتلوا رقم 3. ودلوقتي دانيال هو الضحية اللي جاية. دانيال وهنري هنا بيروحوا لبلدة صغيرة اسمها بارادايس وبيأجروا بيت قديم مهجور. وبيبدأ دانيال حياة جديدة باسم جون. المرة دي قرر ما يدخلش مدرسة وما يلفتش الانتباه علشان محدش يكتشفه. لكن في نفس الوقت السحلية الصغيرة اللي دخلت العربية بدأت تتغير وتتحول لحاجة أخطر بكتير. وبنروح بالليل ودانيال وهنري بيسمعوا صوت غريب بره. هنري بيشد سكينته بسرعة وبيطفي النور وبيخرج يشوف فيه إيه. المطر كان نازل وكل اللي شافه هنري كان كلب صغير شكله حزين وكان واقف تحت المطر. لكن دانيال اللي دلوقتي اسمه جون قرر ياخد الكلب معاه، وما كانش يعرف ان الكلب ده مش مجرد كلب عادي. وجوه البيت بيقرروا يسموا الكلب بارني، وده اسم لاعب كرة قدم وصورته كانت متعلقة على الحيط. في نفس الوقت في البيت القديم اللي على الشط واحدة بتسرق المكان وهي بتدور على حاجة فمش بتلاقي اللي بتدور عليه، فبتولع في البيت كله وبتمشي. النار هنا بتبدأ تشتعل حواليها لكن فجأة ضوء أزرق بيخرج من جسمها وبتخرج من غير ما تتأذي. جون هنا بيحاول يقنع هنري إنه يروح المدرسة ووعده إنه هيبعت له رسالة كل ساعة علشان يطمن عليه. والكلب بيقرر يروح وراء المدرسة من غير ما حد ياخد باله. وهو مستني بره أوضة المدير بيلاحظ سارة واللي كانت في مشكلة علشان نشرت صور للمدرسين على موقعها من غير إذنهم. سارة هنا بتساعد جون وبتوصله لخزنته في المدرسة، لكنه هنا لما بيقول اسمه جون بتحس إنه مش بيقول الحقيقة. جون هنا بيحاول يقضي اليوم في المدرسة من غير ما يلفت الأنظار زي ما هنري قال له، لكن بيشوف مجموعة شباب مشهورين في المدرسة قائدهم اسمه مارك بيضايقوا ولد ضعيف وبيضربوه بكورة في وشه. جون هنا بيمسك الكورة وبيردها على مارك بقوة رهيبة لدرجة إنه بيطيره وبيوقعه في الشجرة. سارة بتشوف الموقف وبتاخد صورة للحظة دي وبتنشرها على موقعها، لكن هنري بسرعة بيحذفها. في نفس الوقت الوحوش بيوصلوا للبيت اللي اتحرق وبيشموا الريحة وبيعرفوا إن جون لسه عايش. وفي المدرسة مارك بيروح لجون وبيحذره إن يبعد عن سام، وده الولد اللي بيحبوا يضايقوه. جون هنا بيحاول يخبي إيده اللي بدأت تنور فجأة لكنه بيفقد السيطرة وبيجري من ناحية أوضة التخزين. وهنا بيغمى عليه. لما بيفوق بيلاقي هنري قاعد جنبه. هنري هنا بيشرح له إن قوته الخارقة بدأت تظهر ودي وارثها من أهله، وبيقول له إن لازم يتعلم يتحكم فيها قبل ما يرجع المدرسة. جون هنا بيقرر يتدرب في السر وبيبدأ يجرب قدراته الجديدة زي النور اللي في إيده والقوة الخارقة والسرعة الجنونية. في الوقت ده واحد من الوحوش بيتنكر في شكل إنسان وبيشتري فراخ مجمدة علشان يأكل وحش فضائي ضخم. بنروح بالليل وجون بيحاول يتكلم مع سارة وهي بتدعوه على العشاء في بيتها. وهم في الطريق بيشوفوا سام بيتخانق مع زوج والدته على العشاء. جون بيحس لأول مرة إنه قاعد مع عيلته الحقيقية وبيتجاهل مكالمات هنري. بعد العشاء بيطلعوا أوضة سارة يتكلموا ويقربوا من بعض جدا، ولكن الكلب بارني بيهوهو بره وبيبوظ اللحظة. وهو خارج من البيت بيشوف مارك راكب عربيته ومستنيه بره. تاني يوم في المدرسة سام بيحذر جون إن مارك وعياله ناويين عليه بسبب قربه من سارة. ومارك بيلعب لعبة جديدة على سام وبيبهدل دولابه وبيدهنها أحمر وبيقطع صورة كان محتفظ بيها لأبوه. جون بيسأله عن الصورة دي وهنري في نفس الوقت بيعمل بحث على النت، وهو بيكتشف إن أبو سام اسمه مالكوم وكان مؤمن بالفضائيين واختفى فجأة في الغابة.
هنري بيروح المكان اللي كان شغال فيه مالكوم وبيلاقي فتحة في الأرض بتوصله لأوضة مظلمة، وعلى الحيطان في رسومات بتشبه الرمز اللي على سلسلة جون. وعلى الأرض بيلاقي حجر أزرق منور فبياخده معاه وهو بيفكر في اللي كان بيعمله مالكوم. في نفس الوقت جون بيجيله مسج من سارة بتطلب منه يقابلها في المهرجان بالليل. رغم تردده بيروح لها، وسارة هنا بتعترف له إنها كانت مرتبطة بمارك زمان. فبيقرروا يركبوا عربية الرعب، لكن في وسط الرحلة في كيان غامض بيشوفهم بعيون خضراء. وفي آخر الرحلة مارك وعياله بينقضوا عليهم، وواحد منهم بيسحب سارة بعيد فبيهاجمهم وبيضربهم بسرعته الخارقة، وده بيخلي سام يشوف قدرته لأول مرة. جون هنا بيوصل وبيكون هيموت مارك من الغضب، لكن سارة هنا بتهديه في آخر لحظة. وفي بيتها جون بيحاول يبعد عنها لأنه خايف يقرب منها بسبب اللي هو عليه. وهو راجع فجأة لمبة في الشارع بتنفجر، وبيحس إن قدرة جديدة بدأت تظهر عنده، وبيجي له مسج من سام اللي عاوز يقابله ويفهمه الحقيقة. جون هنا بيروح له وسام بيطلب منه إنه يعرف كل حاجة عن الفضائيين. جون مضطر يعترف له بالحقيقة، لكنه بيخليه يوعده إنه مش هيقول لحد. الصبح ضابط البلدة اللي هو أبو مارك بيجي يسأل عن اللي حصل بالليل. جون هنا بيتفادى الأسئلة دي، وبمجرد ما الضابط بيمشي هنري بيقرر إنهم لازم يهربوا فورا، بس مش علشان الضابط لكن علشان فيديو لجون وهو بالعلامة اللي بتنور على إيده انتشر على النت. جون هنا بيرفض يمشي لأنه بدأ يهتم بسارة ويتعلق بيها، وبيحصل جدل بينه وبين هنري. وهنري هنا بيحاول يفهمه إنه مهم لمصير العالم، وإنه هو والخمسة التانيين اللي عندهم قدرات بس واللي يقدروا يوقفوا الوحوش من تدمير الكوكب. بعدها بيديله يوم واحد يودع الناس اللي عاوز يودعهم. وفي نفس الوقت الست اللي ولعت البيت بتلاقي الفيديو اللي فيه علامة جون المضيئة. جون هنا بيقرر يروح بيت سارة لكنه مش لاقي هنري في أي حتة، فبيحاول يتصل بيه بس حد غريب بيرد وبيديله عنوان يقابله فيه. جون هنا بيتصل بسام وبيطلب مساعدته، وبيتحركوا سوا على العنوان اللي الراجل قال له عليه. وفي الطريق جون بيحكي لسام اكتر عن الفضائيين والوحوش. سام هنا بياخد معاه مسدس، لكن جون بيرفض انه ينزل معاه علشان ما يتاذيش، لكن سام مش مقتنع وبيقرر يدخل معاه من غير ما يسمع كلامه. بيترقبوا المكان وبيشوفوا راجل خارج من عربيه وبيفتكروا ان البيت فاضي. جون بيستخدم قدرته علشان يفتح الباب وبيمشي جوه مستخدم ايده، فهنا بيلاقي سكينه وبياخد باله ان كل الحيطان مليانه جرايد وكلام مكتوب عن اختفاءات غامضه وحالات مشاهده فضائيين. وفي القبو بيلاقي هنري متكلبش وجون بيجري عليه علشان يفكوه، لكن فجاه راجل تاني بيظهر ماسك سام تحت تهديد السلاح. جون بسرعه بيطفي النور بقدرته، وهنري بيتمكن من نزع السلاح منه، وبيكتشفوا هنا ان الراجل ده واحد مهووس بنظريات المؤامره وعامل اتفاق مع الوحوش عشان يسلم جون. والوحوش بيوصلوا للمكان وبينزلوا للقبو بسلاح بيطلع نار حمراء. هنري بيهجم على الراجل المهووس وبيوفر فرصه لجون وسام علشان يهربوا. التلاتة بيجروا للعربية، ولكن سام بيضيع المفتاح، وهنري هنا بيقول لجون انه يشغل العربية بقدرته الخاصة. واحد من الوحوش بيهجم عليه وينط فوق العربية وبيطعن هنري في قلبه، وبمجرد ما العربية بتشتغل بيهربوا لمكان بعيد. وهنري وهو بيلقط انفاسه الأخيرة بيطلب من جون يدور على الباقيين باستخدام الحجر الأزرق المضيء اللي لقوه قبل كده. في الوقت ده الوحوش مش راضيين عن فشلهم في القبض عن جون، فبيقتلوا الرجالة المهووسين اللي كانوا بيساعدوهم في القبو. والشرطة بتلاقي الجثث، ومع ان مفيش أدلة الا انهم واثقين ان جون وهنري لهم علاقة بالموضوع. سارة بتتاخد للتحقيق وجون عارف انه لازم يهرب، لكنه بدل ما يمشي بيطلب من سام يوصله عند بيت سارة علشان يودعها. جون هنا بيلاقيها واقفة على السطح بره أوضتها في الوقت اللي الحفلة في صوتها عالي جدا تحت. جون هنا بيحاول يقول لها وداع أخير لكنه مش عارف يجاوب على أسئلتها. وفجأة الشرطة بتيجي وبتقبض على سارة، بس بتتزحلق من فوق السطح وبتقع في الهواء. لكن جون هنا بيستخدم قدرته على الطيران وبينقذها وسط دهشة الناس والشرطة. الاتنين بيجروا سوا وبيحاولوا يهربوا من الضابط وابنه مارك. سارة بتاخد جون لمكان مسلم في المدرسة، لكن مارك كان هناك وبيسلمهم للوحوش. جون وسارة هنا بيحاولوا يجروا، لكن الوحوش بيمسكوهم. فجأة الست الشجرة بتظهر وبتستخدم مهارات فضائية وبتهجم على الوحوش. بتقدر هنا انها تقضي عليهم وبتكشف عن نفسها انها هي رقم 6. ساره بتقول لهم على نفق تحت المدرسه ممكن يستخدموه للهرب، لكن الوحوش بيحاصروا المكان كله. في الوقت ده سام قاعد بره المدرسه ومعاه بارني الكلب، وفجاه العربيه اللي قدامه بتتهز بعنف وبيطلع منها اتنين فضائيين، وبارني بيبدا يهوهو عليهم وفجاه بيبدا يتحول لوحش. سام هنا بيترعب وبيجري ناحيه المدرسه علشان يحذر جون وبيديله نص الحجر الازرق التاني. وجون بيستخدم قدرته علشان يواجه الوحوش اللي كانوا على وشك انه يبلعوا، لكن بارني اللي اتحول لوحش تاني بيجي وبينقذه. وجون بيستغل الفرصه وبيساعد رقم 6 وبيقدروا يقضوا عليهم. رقم 6 هنا بتشرح ان بارني مش كلب عادي لكنه كائن من كوكب الفضائيين ومهمته انه يحميه. بارني هنا بيفوز في معركته ضد الوحوش الفضائيين لكنه بيتصاب بشده. وبعدين في وحوش كتير بيوصلوا للمكان، لكن سام بيقدر يقتل واحد منهم. وواحد من الوحوش بيخطف رقم 6 وبياخدها لفوق في السماء، لكن جون بيستخدم طاقه النور اللي عنده وبينقذها وهي بتخلص عليه. بعدها جون بيستخدم قدرته لتفجير علبه طاقه مع واحد من الوحوش وبيعمل انفجار كبير والملعب كله بينهار، لكن رقم 6 بتعمل درع حمايه وبيكونوا سالمين كلهم من المعركه. ورقم 6 وجون بيجمعوا نصين الحجر الازرق اللي كان معاهم وبيكشف لهم مكان باقي الاطفال اللي عندهم قدرات. مارك هنا بيدي لجون صندوق هنري اللي كان المفروض يوصله لما يجي وقته، وده بعد اما سرقوا من اسم الادله في مركز الشرطه. وفي الاخر جون وساره بيودعوا بعض، وبارني بيظهر مصاب لكنه لسه عايش. بيطلعوا كلهم عربيه سام وبيمشوا من المنطقه، وده علشان يكملوا رحلتهم. وهنا بنوصل لنهايه الفيلم. فلو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس، وده علشان يوصلك الملخص اللي